لو وصلت لآخر الحكاية دي يبقى انت قوي اكتر ما فاكر. ودي مش النهاية، دي الوش الأخير من وجوه الأيام. كل يوم بصحى بدري واروح أقعد على البحر، أبص للموج وهو طالع ونازل، وأقول لنفسي الدنيا شبه البحر، مهما كانت هادية جواها عمق محدش عارفه. زمان كنت فاكر إن الوجع لعنة، كنت بحس إن ربنا نسيني، بس دلوقتي لما ببص ورايا بفهم إن كل حاجة حصلت كانت بترسم خطي، كل خيانة كانت حجر في السكة، بس الحجر ده هو اللي خلاني أثبت. اللي خان واللي ضحك واللي ساب ما كنتش محتاج أعاقبهم، هم نفسهم الوقت علمهم، لكن أنا الوقت علمني أكتر. اتعلمت إن الرجولة مش صوت عالي ولا نجاح على ورق، الرجولة إنك ما تكسرش حد حتى لو قدرت، وإنك تسامح وإنت عارف إنك ممكن تنتقم. رجعت أفتح النوت القديمة تاني، كل صفحة كانت فيها حكاية، كتبت في آخر صفحة وشوش الأيام علمتني إن كل وش له معنى، بس أهم وش هو وشك أنت لما تبص لنفسك. كنت فاكر إن الرجوع هيكون نهاية القصة، بس الحقيقة هو كان البداية الجديدة، بداية حياة مليانة وعي ورضا. بقيت بشوف الحلو حتى في التعب، وبقيت أفرح للناس اللي بتنجح من غير ما أحس إني أقل. آدم، القهوة جاهزة يا حبيبي. جاية يا أمي. أمي لسه هي الأمان، كل مرة أشرب قهوتها بحس إني لسه ابنها اللي كان بيجري للكلية بالحلم في عينه، بس النهاردة ابنها كبر واتعلم ووجع وسامح. أنا مش آدم اللي ساب البلد عشان يهرب، أنا آدم اللي رجع عشان يعيش. الدنيا علمتني إن الوجع مش نهاية، هو الطريق اللي بيعرفك بنفسك. لكل اللي تعب، لكل اللي اتكسر، لكل اللي فقد نفسه في النص، ما تخافش، لسه في وش جديد من وشوش الأيام، وش الأمل. يا رب تكون الحكاية عجبتك، هي قصة واقعية